الحكاية بتبدأ سنة 1995 مع بطلنا لوك، راجل شغال لاعب استعراضات دراجات نارية في ملاهي متنقلة. بعد واحد من عروضه بيقابل حبيبته القديمة رومينا. لوك بيروح يزورها في بيتها، وهناك بيكتشف الصدمة اللي غيرت حياته. رومينا خلفت منه ولد صغير اسمه جيسون، بقاله سنة وما قالتلوش. لوك بيقع في حب ابنه من أول نظرة، وبيقرر فورا يسيب عيشة السفر والاستعراضات ويقعد في البلد علشان يبقى أب حقيقي ويصرف على ابنه. المشكلة إن رومينا بقت عايشة مع راجل تاني اسمه كوفي، وهو اللي بيصرف على البيت. لوك بيحاول يلاقي شغلانة تطلع له فلوس سريعة عشان يثبت إنه هو أحق بابنه. فبيتعرف على ميكانيكي عجوز اسمه روبن. روبن بيقترح عليه فكرة شيطانية: انت بتسوق موتوسيكلات زي العفريت، ايه رأيك نبتدي نسرق بنوك؟ انا كنت بعمل كده من 12 سنة. لوك في الأول بيرفض، بس لما بيروح لبيت رومينا وبتحصل خناقة بينه وبين الراجل التاني ويضربه، الشرطة بتقبض عليه وروبن بيطلعه بكفالة. هنا لوك بيفهم إن مفيش قدامه غير طريق الدم والسرقة عشان يثبت وجوده. الخطة كانت ذكية جدا. لوك بيدخل البنك بسلاح، يسرق الفلوس في ثواني، وبعد كده يهرب بالموتوسيكل بتاعه في وسط الغابة، ويخش في ظهر عربية نقل مستنياه، يركب جواها بالموتوسيكل، فالشرطة تدوخ وما تلاقيهوش. الخطة بتنجح أول مرتين بس، ولوك بيبدأ يغرق ابنه ورومينا بالفلوس والهدايا. بس للأسف الطمع بيعميه، وبيقرر يسرق بنكين في نفس اليوم لوحده من غير ما يسمع كلام شريكه روبن اللي قاله كده اللعبة هتبوظ. في السرقة التالتة الموتوسيكل بتاعه بيتعطل وبيتكسر وهو بيهرب، والشرطة بتبدأ تطارده مطاردة الموت. لوك بيجري ويدخل بيت ناس غصب عنه ويستخبى في الأوضة فوق. في اللحظة دي بيدخل وراه شرطي شاب مستجد واسمه إيفري. لوك وهو محاصر بيكلم رومينا في التليفون ويقول لها جملة تقطع القلب: أرجوكي ما تقوليش لجيسون عني حاجة خالص. الشرطي إيفري بيدخل الأوضة، ومن كتر الخوف والتوتر بيضرب نار على لوك على طول، بس لوك بيصيب الشرطي في رجله، وبعدها بيقع من الشباك ويموت في الحال في بركة دم. هنا الفيلم بينقلنا للقصة التانية. الشرطي إيفري بيتحول لبطل شعبي في المدينة لأن هو قضى على سارق البنوك الخطير، بس إيفري جواه بيموت من الذنب، خصوصا لما عرف إن لوك عنده طفل رضيع في نفس عمر ابنه بالظبط. الضمير بيعذبه لدرجة إن هو مش قادر يبص في وش ابنه اي جي. الموضوع بيكبر لما زمايله الفاسدين في الشرطة بياخدوه ويروحوا يفتشوا بيت رومينا غصب عنها ومن غير إذن، وبيسرقوا الفلوس اللي لوك كان مخبيها تحت سرير ابنه جيسون، 14,000 دولار، ويقسموها ما بينهم. إيفري بيرفض الفساد ده وبيحاول يرجع الفلوس لرومينا، بس هي بتطرده وتصرخ في وشه. إيفري بيفهم إن زمايله في القسم عايزين يتخلصوا منه أو يورطوه، فبيقرر يلعب لعبة ذكية. بيسجل لهم اعترافات بالفساد، وبعدها بيروح للنائب العام ويهدده بالتسجيلات دي. بس هو مش عايز يسجنهم وبس، هو بيبتز النائب العام عشان ياخد منصب مساعد النائب العام كمان، ويبدأ رحلته السياسية بإنقاذ نفسه والصعود على جثث زمايله الفاسدين. الزمن بيجري بينا 15 سنة كاملة، وبقينا في سنة 2012. الشرطي إيفري كبر وبقى مرشح لمنصب المدعي العام للولاية، ومراته اتطلقت منه، وابنه اي جي بقى مراهق ضايع وبتاع مخدرات ومشاكل. الابن بينتقل لمدرسة جديدة، وهناك بيتعرف على شاب هادي ومنطوي اسمه جيسون. أيوة، جيسون ابن لوك، الراجل اللي أبوه قتله من 15 سنة. الاتنين ما يعرفوش أي حاجة عن ماضي أهاليهم، وبيصبحوا أصحاب وبيخرجوا يشربوا مخدرات سوا. وفي ليلة الشرطة بتقبض عليهم هما الاتنين بتهمة حيازة مخدرات. إيفري بيروح القسم عشان يطلع ابنه، وهناك بيقرأ اسم الشاب التاني جيسون. إيفري أول ما بيسمع الاسم
الرعب بيمسك قلبه. الماضي رجع يطارده في وش ابن الراجل اللي قتله. بيطلع جيسون من القضية بسرعة وبيحذر ابنه اي جي تحذير شديد اللهجة: إياك أشوفك تقرب من الولد ده تاني في حياتك. جيسون بيبدأ يشك ليه عيلته بتخبي عنه معلومات عن أبوه الحقيقي، ولما بيضغط على أمه والراجل اللي رباه بيكتشف إن أبوه ما ماتش في حادثة عربية زي ما قالوا له. بيدخل على الإنترنت ويقرأ الأخبار القديمة وبيعرف إن أبوه هو لوك، سارق البنوك المشهور، وإن الشرطي اللي قتله هو إيفري، والد صاحبه. جيسون بيروح يزور الميكانيكي القديم روبن، وروبن بيحكيله عن شجاعة أبوه وحبه الكبير ليه. جيسون بيرجع وعينه مليانة غضب وانتقام. بيروح حفلة في بيت صاحبه اي جي وبيدخل في خناقة معاه، واي جي بيضربه لحد ما ينزف. فجيسون بيخرج وبيقرر يشتري مسدس ويرجع يقتحم بيت الشرطي إيفري وبيربط الابن. ولما بيجي الأب إيفري، جيسون بيرفع عليه السلاح وبيجبره يمشي معاه للغابة تحت تهديد الموت. جيسون بيجبر إيفري يركع على ركبه. إيفري بينهار وبيبكي بحرقة ويطلب منه السماح وبيقول له أنا آسف. جيسون بيبص ليه، ورغم كل الغضب اللي جواه بيقرر ما يبقاش قاتل زي ما أبوه مات. بياخد المحفظة وبيهرب. لما بيفتح المحفظة بيلاقي جواها صورة قديمة جدا لأبوه وأمه وهو رضيع، كان الشرطي شايلها معاه من 15 سنة من كتر الذنب. الفيلم هنا بيقفل على مشهدين: إيفري بينجح في الانتخابات وبقى المدعي العام والكل بيحتفل بيه بس جواه مكسور، وجيسون الابن بيشتري موتوسيكل جديد وبيسوقه وينطلق في الأفق كأنه بيكمل رحلة أبوه بس في طريق أنظف وحر. لو عجبكم ملخص الفيلم ما تنسوش اللايك والاشتراك.